ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الإمام الذي يصلي بالناس والصورة الجميلة التي يدخل بها المسجد؟ الإمام ينبغي أن يدخل على أحسن هيئة وعلى وقار وأن يتجنب إبداء أي شيء من عورته، وأن يتجنب كل ما يخل بالمروءات، وأن يكون على سمت وعلى حشمة. وكذلك عليه أن يحرص بأن يكون أقرأ القوم لكتاب الله، أكثر إدراكا للقراءة الصحيحة وقدرة على الأداء الصحيح في القراءة حتى يكون أحق بالإمامة من غيره. هل يؤثر كشف صدره على وضوئه؟ أما الصدر فلا، لكن ربما قضية السرة، وهل السرة داخلة أو غير داخلة بناء على أن العورة بين السرة والركبتين. نعم. إذن ينصح كل إمام أن يلتزم بهذه الآداب.